في سؤال بسيط بس بيكشف كتير، انت بقالك قد ايه مأجل حاجة نفسك تبدأها؟ اسبوع، شهر، سنة؟ فعليا انا أجلت حاجة كنت عايز أبدأها لمدة 5 سنين، وكل مرة كنت بقول مش جاهز، هبدأ لما الظروف تتحسن. بس بعد سنين طويلة اكتشفت الحقيقة، الظروف مش هي اللي بتبدأ، انت اللي لازم تبدأ. بس لحظة، واحنا ليه أصلا بنأجل حاجات ممكن تغير حياتنا؟ أكيد في أسباب، مظبوط جدا. خليني أقول لك أهم الأسباب وإزاي تكسر الدايرة دي بسرعة. يلا بينا. السلام عليكم. خلينا نبدأ على طول بأول سبب، وهو الخوف من الفشل. ده السبب رقم واحد اللي بيشيل ناس كتير. أسئلة زي طب لو بدأت وفشلت، طب الناس حتقول عليه إيه، طب لو طلعت مش قدها. الخوف ده بيخليك تقول لنفسك استنى شوية لحد ما أبقى جاهز أكتر، وساعتها ما بتبدأش خالص. ويمكن تفتكر الفيديو المشهور بتاع الراجل اللي كان بيقول طب ما تجرب يا اخي. انت غرمان حاجه؟ انت عندك حاجه تخسرها؟ انت خسران كل حاجه. السبب الثاني المقارنة بالناس. تبص حواليك وتشوف غيرك نجح فتقول بص فلان بدأ وناجح ازاي، انا لسه بدري علي، وتفتكر انك لازم تبقى زيه الاول علشان تبدأ، وتنسى ان الشخص ده اصلا بدأ وهو متجهز برضه. يعني المقارنة دي وهم بيعطلك بس. السبب الثالث الكمالية وحب المثالية. تحس انك لازم تبدأ بشكل بيرفكت، اعلى جودة، افضل اداء، افضل شكل، احسن ظروف، ولو مش كده تقول يبقى ما ابداش احسن. ودي مصيبة، لأن البداية عمرها ما بتكون كاملة. بص حواليك للناس البرفكت دلوقتي، هتلاقيهم بدأوا بشكل بسيط ووصلوا لأعلى جودة وأفضل شكل. السبب الرابع نقص الثقة بالنفس. تقول لنفسك أنا مش قدها، محتاج أتعلم أكتر، محتاج أستعد أكتر. لكن الحقيقة الثقة دي عمرها ما بتيجي من الاستعداد، الثقة بتيجي من الفعل. يعني لازم تبدأ علشان تكسب الثقة، مش العكس. السبب الخامس الأعذار المريحة. كلنا محترفين في صناعة الأعذار، مشغول، مش قدها، مش وقتها، مش في المود، مش فاضي. الأعذار دي مريحة لكن مؤقتا، بعديها هتلاقي نفسك ندمان، وفوق ده كله الأعذار دي بتبعدك عن أي خطوة حقيقية. السبب السادس والأخير التعلق بالإحساس اللحظي. الدماغ بتحب الراحة والأنتخة، فلما تيجي تعمل حاجة جديدة مهما كانت مفيدة هتحس بكسل أو إنك مش حابب تبدأ دلوقتي، وده طبيعي. بس لازم تكسر اللحظة دي وتتحرك رغم الإحساس الكاذب ده اللي حيوديك في 60 داهية. خليني بقى أسألك سؤال قبل ما أقول لك الحل. هل في فعلا وقت بيكون فيه كل حاجة 100% تمام؟ أكيد لا. يبقى الحل الوحيد إنك تبدأ. ابدأ، لأنك لو فضلت مستني الظروف المثالية والوقت المناسب والإمكانيات الكاملة والدعم والمعرفة الكاملة هتفضل واقف مكانك طول الوقت ومش هتعمل حاجة. ابدأ بالإمكانيات اللي عندك واللي تقدر عليه دلوقتي، حتى لو بسيطة ومش مثالية. خليك ماشي والباقي هيجي في الطريق. اللي بيبدأ بنقطة صغيرة ممكن يوصل لقمة كبيرة، واللي بيستنى الوقت الصح غالبا ما بيوصلش لأي حاجة. فاوعى تكون انت السبب اللي بيعطل نفسك، الكمال مش هيجي والبداية مش لازم تكون عظيمة. ابدأ النهاردة مش بكرة، لأنك بعد كام سنة من دلوقتي يا هتشكر نفسك يا هتندم إنك ما بدأتش. وده هو الندم الوحيد اللي يستاهل تخاف منه. الاستمرارية هي اللي هتوصلك، مش البداية المثالية اللي مش بتيجي. وما تاخدش كلامي على إنه مجرد تحفيز، لا، خد قرار وانطلق. وفي النهاية ما تنساش تبدأ وتعمل لايك وشير وتشترك في القناة وتفعل زر الجرس وتسيبنا طلعي براك أو موضوع حابب نتكلم فيه. والأهم ما تنساش تصلي على النبي، ونلقاكم في فيديو جديد وحديث جديد من حديث تهمك. السلام عليكم.